السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من الهبد والقش الفخم. معاكم دكتور فويس محمد عادل، ودي حلقه جديده من برنامجكم الجميل اللي بنجيبه من كوكب زحل. بنجيب اي موضوع من الدنيا، من الثقافه، من التاريخ، من الفن، من اي حته، بنهبد ونقرش بفخامه، بس في الاخر ايه؟ الله ينور عليك، لازم نستفيد حاجه. ساعات كده بتلاقي البطل في الافلام الامريكيه بيروح جاي راكن ضهره على الحيطه، وتيجي جمله ترجمه تحت منه بتقول لك ايه؟ الان يمضي الوقت. تيك توك، تيك توك، تيك توك. احنا النهارده هنتكلم عن تطبيق التيك توك. عندك تيك توك؟ عندك حساب على التيك توك؟ بتتفرج على التيك توك؟ ولادك بيتفرجوا على التيك توك؟ اصحابك عندهم حاجات بينزلوها على التيك توك؟ حلو قوي. طب منين جه التيك توك؟ منشأه منين؟ دخل علينا امتى؟ وازاي؟ وايه الحاجات الحلوه اللي في التيك توك والحاجات الوحشه اللي في التيك توك؟ طب يا ترى التيك توك ده واحد ولا اتنين ولا تلاته؟ يلا بينا. في سبتمبر من عام 2016 قامت شركة صينية اسمها بايت دانس، وقام رئيسها ومديرها التنفيذي المهندس زيانج ييمينج بعمل تطوير منصة رقمية أو تطبيق أو برنامج يقوم بتحرير الصور والملفات الصوتية والفيديوهات بصورة سهلة وجميلة. حلو قوي. وأطلق عليه اسم إيه؟ دوت مي. ده كان في سبتمبر 2016، وبعدها بكام شهر لما وصلنا لشهر ديسمبر بقى اسمه دوين. وكده احنا عملنا اول تطبيق لشركه بايت دانس واسمه دوين، وحط تحتيه خط. طيب جه بقى الرئيس التنفيذي والسيد المهندس زيان جيمنج قال لك ايه؟ قال لك دلوقتي احنا عملنا تطبيق، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخش على الصين ونعمل لنا قاعده ونحتل الصين ونبقى فيها رقم واحد. راح جاي عامل خطه مدتها حوالي 200، لا يوم مش سنه، عمل خطه مدتها حوالي 200 يوم. ال 200 سنه دول يا حبيبي عندنا هنا اسمها الخطه الكهفيه، بننام فيها زي اهل الكهف. ما علينا. المهم يا سيدي ان زيان جيمنج عامل خطه مدتها 200 يوم، وحقق شعبيه جامده جدا لدوين، وباع عليه حوالي 100 مليون مستخدم في الصين. شركة بايت دانس بعد ما عملت لها قاعدة قوية في الصين وعملت حوالي 100 مليون مستخدم، بصت بعد كده لنقطتين. أول نقطة، إحنا عايزين ناكل الصين كلها، يعني عايزين يمسكوا المنصات الرقمية أو يبقى البرنامج بتاعهم اللي هو دوين هو المنصة الرقمية والمحتوى الأول لصنع كل الفيديوهات والمقاطع الصوتية. حلو حلو. فقال لك الأول إحنا لازم نخلص سيطرتنا على الصين. نعمل إيه؟ كان عينهم على منصة تانية اسمها ميوزيكالي أو ميوزيكال ال واي، ودي كانت منصة شبابية على ناس كتير ومستخدمين كتير، بتعمل بالظبط التطبيق اللي هو اسمه ميوزيكالي. ده كان نفس الاسم بتاع التطبيق هو اسم الشركة بالظبط، وكان بيعمل نفس اللي بيعمله دوين. بس كان عنده ميزة. ايه هي؟ ان هو كان منتشر في اوروبا وامريكا، يعني منتشر عالميا. وبكده احنا ممكن نضرب عصفورين بحجر واحد بس. شركة بايت دانس ما فكرتش انها تنافس شركة ميوزيكالي او تطبيق ميوزيكالي، لا ده عرض ان احنا ايه؟ نشتريها. المهم يا سيدي في نوفمبر 2017 عرضوا مليار دولار عشان يشتروا شركة ميوزيكالي وياخدوها تحت جناح بايت دانس. وفعلا تم شراء شركة ميوزيكالي، وفي اغسطس 2018 انضمت شركة ميوزيكالي لشركة بايت دانس، وتم دمج تطبيق دوين مع تطبيق ميوزيكالي في تطبيق واحد تحت اسم دوين. وبكده بايت دانس وزيانج جيمنج عمل حته حلوه قوي. اولا دخل على الصين فرد فيها نفسه كلها وكلها. ليه؟ لان هو قدر ان هو يحكم ويشتري المنافس الوحيد له، وفي نفس الوقت المنافس ده كان اصلا وصل لاوروبا وامريكا اللي هي العالميه، اللي هي اصلا عايزاها مين؟ شركه بايت دانس. وبكده وبعد الدمج يا سيدي في 2018 بدأت رحلة صعود المنصة الرقمية الأشهر والأقوى والوحش التجاري والرقمي الجديد، وهو منصة التيك توك. بعد عملية الدمج ما خلصت زي ما قلت لك وبدأت رحلة صعود التيك توك العالمية، ركز بقى في الكلمتين اللي هقولهم لك دلوقتي عشان تعرف شركة بايت دانس عملت ايه بالظبط. أولا شركة بايت دانس خلت البرنامج بتاعها او التطبيق بتاعها الرقمي اللي هو دوين ده التيك توك المختص بالصين بس لمستخدمينه وواجهته، اللي تقريبا شبه التيك توك بتاعنا اللي احنا شغالين عليه في حاجات كتير، ولكنه مختص بنطاق ودائره الصين. كده احنا كلنا الصين كلها بتطبيق زي التيك توك، وفرضنا دوين لوحده بعد ما خدنا مين؟ ميوزيكالي. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، زيان جيمنج مدير الشركه بعد ما عمل الدمج ما بينه وما بين ميوزيكالي ويعتبر كده خلص على ميوزيكالي وبقى هو رقم واحد، استغل العالميه والشهره بتاعتها ونزل بتطبيق التيك توك فين؟ في اوروبا وامريكا. ونزل بيه باسم جديد بدل دوين. ليه؟ لان خلى دوين يفرض سيطرته لوحده على الصين، وفي نفس الوقت عمل اسم جديد وواجهه جديده وهو التيك توك اللي هو برضه الدوين ولكن بعد الدمج اللي هو الشكل العالمي. يبقى احنا كده عندنا توك توكين يا حبيبي، لا مش توك توكين، اتنين تيك توك يعني. واحد في الصين اللي هو دوين، وواحد اسمه تيك توك ده اللي حصل بعد الدمج وانتشر عالميا في اوروبا وامريكا.
زانج هيمنج زي ما تقولوا كده عمل كماشه على العالم كله. الصين بعدد السكان المهول اللي هو تقريبا خمس سكان العالم، بعد كده راح داخل على اوروبا وامريكا بالتيك توك بتاعه الجديد بعد ما خلص على منافسه اللي كان المفروض ساعتها عالمي اللي هو شركه ميوزيكالي. لا وهزيدك من الشعر بيت، بعد ما حصل الدمج كل حسابات المستخدمين اللي كانت موجوده على ميوزيكالي بلعتها بايت دانس ونزلت بيها على تطبيق التيك توك اللي بدأ ب 200 مليون حساب اللي هم كانوا اصلا فين؟ على تطبيق ميوزيكالي. بعد كده رحلة التيك توك والإحصائيات والأرقام بدأت في الصعود وركوب الصاروخ. التيك توك، التيك توك هو أكثر التطبيقات تنزيلا في أكتوبر 2018، وهو من أكثر 7 تطبيقات تم تنزيلهم في إحصائية عملوها في عقد يعني 10 سنين من 2010 لحد 2019. التيك توك في فبراير 2019 وصل تحميله او الداونلود بتاعه لحوالي مليار مره، ووصل لرقم 4.5 مليار عمليه داونلود لحد وقتنا ده اللي احنا فيه. التيك توك كان هو اكتر تطبيق تم تنزيله من ابل ستور في امريكا سنة 2018 لشهر أكتوبر، واحتل المرتبة السابعة لأكثر التطبيقات تنزيلا ما بين عام 2018 و2019 في العالم، وعدى الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام. احنا بنضيع رجاله، وده خلى شركه بايت دانس قيمتها توصل لحوالي 144 مليار بحلول عام 2020، وقيمه التيك توك نفسه حوالي 66 مليار لحد عام 2023. تخيل كده يبقى عندك تطبيق جديد وسهل لتحرير الصور ومقاطع الفيديو الرقميه بمنتهى السهوله. يعني انت سيادتك ممكن تجيب الصوره بتاعتك تخش هتلاقي عندك المقاطع الصوتيه اصلا الخاصه بالتيك توك، تقدر تضيف اي مقطع صوتي ليك تعمله، او تقدر ان انت تعمل ليبسنج لاي اغنيه وتعملها انت مثلا بصوتك زي ما بنشوف مقاطع كتير، او ان انت مثلا ممكن تجيب الصوره وتعمل لها خلفيه لمقطع فيديو انت عايزه او صوره ليك، او تحط لها خلفيه موسيقيه او حاجات كتيره جدا على تطبيق التيك توك. وده خلاه واسع جدا جدا في الانتشار، ينتشر بسرعه جدا وسط الاجيال كلها، خصوصا صغار السن اللي بيحبوا الحاجات دي، يحبوا ايه يفرحوا نفسهم. والحاجات دي كلها فعلا كانت متاحه على التطبيق، ده غير ميزات كتيره مثلا زي حاجه زي ميزه الرياكت او رد الفعل، ان انت ازاي ممكن تجيب فيديو وعن طريق خاصيه الرياكت دي ان انت ممكن تعلق عليه او انت تعمل عليه كومنت او تتكلم عليه والفيديو شغال، زي ما بنشوف في محتويات كتير موجوده. وانا نفسي بعملها مثلا ساعات على الانستجرام او فيسبوك. وعندك مثلا خاصيه الدويتو او الدبل، ازاي مثلا في واحد ممكن يكون حاطط تحدي معين زي مثلا نصوص الدوبلاج ان انا مثلا ممكن اعملها، او التعليق الصوتي او اي حاجه، وانت تروح جاي دايس على الخاصيه دي وتبقى انت وهو في الفيديو مع بعض في نفس الوقت، هو يخلص انت تخش معاه في تحدي او دويتو. حاجات كتيره جدا وتطبيقات وخلفيات وفلاتر كتيره جدا في التيك توك. وبرده من اللي زود شهرته ان بايت دانس لما حطت على ميوزيكالي، الناس اللي كانوا موجودين اللي كانوا مشهورين اصلا عالميا على ميوزيكالي جم وبقوا حساباتهم موجود على التيك توك. زي مثلا عندك لورين جراي، لورين جراي كانت اول واحده توصل ل 40 مليون متابع. بعد كده جت الراقصه المشهوره العالميه تشارلي داميلو او تشارلي دي ايميليو وتخطت حاجز 40 مليون، ووصلت دلوقتي ما شاء الله انها تاني اكتر حساب عليه متابعين على التيك توك في العالم، 154 مليون متابع، لان اول واحد وصاحب الشهره الاولى والحساب الاكبر هو خابيلان. ما هي سهله يا رجال، عنده 162 مليون متابع. وعندك طبعا مستر بيست عنده 94.6 مليون متابع. كل الشخصيات دي استفادت من تطبيق تيك توك وقدرت تعمل محتوى وتجذب قاعده كبيره جدا جدا من جميع الاعمار انها تتابعها ويبقى حسابات. وكل ده طبعا بيزود قاعده البرنامج وبيزود داونلود البرنامج وبيزود كل حاجه لشركه بايت دانس. زي ما شفنا كده ان كان في جانب مشرق وجانب حلو من التيك توك كده ومزهزه، والمقاطع الصوتيه جميله والفلاتر رايقه وعلى ابوها والقوالب حلوه وعربي والدنيا زي الفل، وبنصور وبننزل تمبليتات وليله جميله وهاشتاجات بالمليارات والدنيا حلوه. برضه كان في جانب مظلم من التيك توك، بعض منه او جزء منه نقدر نعتبره ان هو جزء سياسي شويه. يعني مثلا في منتصف سنه 2020 جت الهند وقال لك الله انا هحظر التيك توك خالص. ليه؟ عشان كان في خلافات سياسيه بينها وبين الصين، وقال لك لا ده انتوا جايين بقى بالتطبيق ده تتجسسوا عليهم على المواطنين، احذر يا ابني في الهند. نفس الكلام واجهوه في بنجلاديش وفي اندونيسيا، وتقريبا وقفوه خالص في اندونيسيا لمده اسبوع بسبب بعض المحتويات وانتهاك الخصوصيه الغير لائق. بعد كده الشركه جت ولمت ده كله وراح جايه حذفاه. ولكن المشكله الاكبر بقى كانت فين؟ كانت في البلد اللي التيك توك وشركه بايت دانس حاربت اصلا انها تحول دوين الى تيك توك عشان تخش وتغزو هذا المكان، وهي فين؟ امريكا. في فبراير من 2019 قامت شركه بايت دانس بدفع زي ما تقولوا كده غرامه للجنه التجاريه الفيدراليه الرقميه
بقيمة حوالي 7.5 مليون دولار. ليه؟ ودي كانت تسوية بسبب انهم قالوا ان منصة التيك توك وشركة بايت دانس بتقوم بالتجسس وانتهاك خصوصية المستخدمين الاطفال في امريكا بشكل غير قانوني، وقامت الشركة بدفع المبلغ وتم التسوية. الرئيس الجميل دونالد ترامب، وده كان في يونيو من سنه 2020، واول ما بدا قال لك ايه؟ قال لك انا هعمل حمله ودعوه ان انا احظر التيك توك خالص في امريكا. ليه؟ بحجه ان الحزب الشيوعي الصيني بيستغل وجود المنصه دي والداونلود اللي بيحصل والحسابات اللي بتتسجل في امريكا من المواطنين، ان هم بيستخدموا ده كقاعده بيانات للتجسس على المواطنين الامريكيين. وقال لك بس يا عم احنا عايزين نحظر التيك توك خالص. طب يا عم ترامب في فلوس رايحه ومليارات وتنزيل وداونلود وتطبيقات، وبايت دانس مش هسيبها كده بالسهل، ولا الصين. ركز. قال لك طب خلاص احنا نشوف حل وسط. انتوا مش كده لكم جزء من الاستثمارات وكان اساسكم جايين تشتغلوا في امريكا واشتغلتوا زي الفل، احنا هناخد منكم حصه بنسبه 20%. 12.5 هتروح لشركه اوراكل، ودي طبعا من اكبر شركات الرقميه قواعد البيانات في العالم، وال7.5% الباقيين هتخش فيهم شركه وول مارت، ودي الترا 4 كي اتش دي 80000 كي من اي شركه اداره محلات تجاريه وسلاسل بيع وتجزئه وسوبر ماركت في العالم. وكانت هتعمل ايفنت حلو كده، فقال لك بس انا اخش اخد الحصه بتاعتي 7.5% مع ال 12.5 اللي هتاخدهم شركه اوراكل، ونبقى كده 20% خالصين مخلصين لامريكا، وهتبقى هي بياناتها في عبها، ولادنا لا مؤاخذه في عبنا، لا حد يتجسس على المواطن الامريكي ولا يعرف هو بيعمل ايه بالظبط. ولكن المشروع ده رايح جاي بسبب زي ما قلت لكم موضوع الفلوس والكلام ده كله، ودي استثمارات بملايين ودعوه قضائيه هنا وبايت دانس بماطل من هنا والكلام ده كله. فوقف حتى لما جه في عهد الرئيس بايدن، وده كان في فبراير 2021، قال كده بالمفيد. متحدث رسمي في البيت الابيض قال ان رئيس بايدن ما خدش اي قرار نهائي في مساله التيك توك وتلك المنصه الرقميه، ولكن احنا هندرس المساله عشان حريه المواطن الامريكي وبياناته وخصوصيته، هنتخذ فيها قرارات بشكل حاسم ومنتهي. الجانب المظلم الثاني بقى يا اولاد اللي احنا هنتكلم فيه هو جانب مظلم خاص بالمستخدمين او بالناس اللي كانوا مستخدمين وبقوا مشهورين على منصه التيك توك. طبعا الجانب الاولاني ده جانب سياسي، جانب دول، ناس تقيله مع بعض كده، يعني ايه من الاخر عركه وليله هتتلم بطريقه احنا مالناش علاقه بيها، سواء هيبيعوا هيشتروا نسبه مش هيشتروا مالناش علاقه، دي حاجات ايه، حاجات تقيله قوي. المهم نتكلم عن لينا احنا بقى. دلوقتي لما تيجي تدخل على التيك توك وتوصل مثلا ل 1000 متابع ولا حاجه، يبقى لك الحق ان انت تفتح لايف. اللايف ده بما انك بتتعامل مع منصه، اذا فانت سوف تقدم محتوى، يعني مثلا زي ما انا بقدم محتوى هنا على اليوتيوب ليكم، او مثلا بقدم على الفيسبوك او على الانستجرام محتوى انت بتشوفه فبتقيم وبتدعمه اذا كان بلايك او بشير او باي شيء بيتيحه المكان اللي انا بقدم فيه او المنصه اللي انا فيها. ولكن بفتح هذا اللايف والحاجات اللي احنا بقينا نتفرج عليها والحاجات اللي بقت بتتقدم اللي هي المفروض تحت مسمى المحتوى، هي اصلا مش موجوده، مفيش محتوى اصلا يا حبيبي. هو اي حد بيوصل لهذه الخاصيه ويفتح اللايف بتلاقيه قاعد قدامك او قاعده قدامك بيستعرض امكانياته الصوتيه او امكانياتها المهلبيه، وتبقى قاعده قدامك لا مؤاخذه بنظام اسمه نظام الشحاته الرقميه. روح قاعد زي الفل، يفتح الناس تخش، ما بيقدمش اي حاجه خالص. احنا بنقعد بنعمل قعده سواء كانت فرديه او اتنين تلاته اربعه، بنتكلم في حاجات احنا بنتكلم فيها لا مؤاخذه على الكافيتيريا او في البيت. يعني احنا قاعدين، ايه ازيك عامل ايه يا فويس، اخبارك ايه في حلقه يا راجل انت اكلت ايه النهارده، استحميت وعضل ريحتك باينه صح. واحد تاني تخش تسكتي ده انا جبت معرفش ايه، التالته في تخش كذا كذا كذا. والناس بتتفرج وبتدعم. الدعم ده يا جماعه هو نظام الهدايا اللي انتوا بتشوفوه، اللي هو بتلاقوا يقول لك الورده والاسد والساعه والخاتم والصولجان والدبابه والنعجه والقرد والكلام ده كله، حاجات الغريبه اللي هي بتتحدف على الناس دي. طب انت دلوقتي واحد يجي يقول لك ايه، انا بحدفه عشان انا من متابعينه بقدر اللي بيقدمه. طب هو بيقدم ايه؟ ما بيقدمش اي حاجه خالص. ما دام انت خرجت من نطاق كلمه محتوى على المنصه يبقى انت ما بتعملش محتوى، وده وجه الخلاف. انت ليك الحق ان انت تدعم اي حد بيقدم حاجه كويس محتوى، والله بقى ادعمه باللايك والشير والكلام ده كله، او ان انت تشاهده، او ان انت تعمل له سبسكرايب او اي حاجه. طيب في دعم تاني مادي ممكن برضه، بس ده ايه، اضعف في الايمان ان انت طالع بتقدم شيء، بتقدم حاجه. يعني احنا مثلا بندفع عن المطربين او لعيبه كوره خدوا مثلا بطوله او خدوا كاس فلاني، تلاقيه خد عربيه بكذا مليون، تلاقيه مثلا خد كذا بكذا. على الاقل اضعف الايمان لعيب كوره لعب ماتش اشتغل يا سيدي بيهم، حتى لو كان بيجري ورا كوره جلد وطلع بحاجه. انما دلوقتي احنا ناس قاعدين فاتحين اللايف بناكل بنشرب بنرقص بنعمل العين مالطه خالص، مش مشكله. المهم ان احنا وصلنا ان احنا فتحنا لايف واللايف ده جاب لنا ناس تتفرج علينا اصبحوا متابعين، وبعد ما اصبحوا متابعين اصبحوا داعمين لحاجه اسمها محتوى انت المفروض بتقدمه وهو اصلا فاضي. وهنا بقى تيجي البلوه التانيه اللي الناس دخلوها دلوقتي في حته صعبه جدا، وهي حته غسيل الاموال.
اكتر موضوع شغل الناس دلوقتي يا جماعه، واللي فوح ريحه التيك توك وخلى لها مؤاخذه عامل زي البلاعه اللي طفحت وبقت ريحتها وحشه جدا، هو موضوع اللايفات ونظام زي ما تقول لك ايه المتسولين الرقميين. زي ما قلت لك، واحد او واحده او مجموعه من الناس بيقعدوا مع بعض بيلعبوا زي مثلا زي ما تقولوا كده جوله، فريق قصاد فريق او واحد قصاد واحد، ويجي الداعمين من هنا يعلوا على الداعمين اللي هناك. ما هو مزاد بقى، ازاي الداعمين بتوع دكتور فويس محمد عادل ما يزودوش على الداعمين بتاع الفلانيه او الفلاني، ويفضلوا يحدفوا بهدايا. الهدايا دي يا جماعه عباره عن ايه؟ الهدايا دي عباره عن حاجات هدايا رقميه ليها قيمه بعمله رقميه، زي مثلا البيتكوين. والله الفلان الاسد ده مثلا والله معرفش ب 100 مليون ماسه، الطياره دي بكذا، ده بكذا، ده بكذا. كل هديه لها قيمه رقميه. القيمه الرقميه دي بتتحول عشان تاخدها بفلوس من التيك توك. بيخش الدعم من دول يشتري القيمه دي بفلوس نقديه، بتحول الى فلوس رقميه تتحدف لسيادتك اللي هي ايه؟ الهديه. تتحول لك انت من فلوس رقميه من الداعم الى فلوس حقيقيه، سيادتك تاخدها وتاخد نسبتك وتدي الداعم نسبته. ودي من اذكى واكبر عمليات غسيل الاموال اللي بتتم دلوقتي، او اللي الخبراء سواء رقميين او سواء تجاريين او ناس بتوع الاقتصاد بايه بيحللوها دلوقتي. ان انت ازاي تدخل كميه فلوس انت بالنسبه لك جايه من مصدر مشبوه، بتروح جاي داخل شاري بيهم هدايا عمله رقميه. خلاص، ما انت اشتريت العمله الرقميه تتحول لنا، تتحدف عليا لا مؤاخذه اهي في اللايف وارحب. واخد بالك انت؟ هو نظام ارحب ده، تتحدف لك سيادتك هتجمعها بصورتها الرقميه، هتتحول لك لنسبه نقديه مثلا بنسبه معينه في الشهر. والله هدخلك في الشهر ده مليون، 2 3 4 5، انت ليك نسبه وانا ادخل فلوسي. اجي في السنه الاقي نفسي غسلتهم، عملت ماني ووشنج رايق، ولا بطيد ولا بربس ولا حتى ببرسيل، وطلعت الفلوس رايقه ومسهسهه ونصرت البياض. تيجي بقى يا اولاد للزيتونه بتاعت الحلقه. بما ان سيادتك بتتفرج على اي منصه رقميه، سواء كانت اليوتيوب او الفيس او تيك توك او اي حاجه، فانت لما بتشاهد اي حد حتى زي ما قلت لك زيي او غيري، انت كده بيجي في دماغك كلمه واحده بس: ده بيقدم ايه؟ حاجه اسمها محتوى. ولكن زي ما قلت لك، صفه المحتوى لما الناس دخلوا اتفرجوا منتهيه تماما من اللي بيحصل في التيك توك. انا معاك ان في ناس بتقدم محتوى وفي ناس مشاهير لهم تيك توك، ولكن اللي بيحصل في اللايفات هي تبقى قاعده فقط. انا نفسي مش ملزم ان انا اخش واسمع الكلام لان بيدور منك العادي. يعني انت بره حلقات القلش الفخم او فيديوهات اللي بقدمها على انستا او فيس، انت مش ملزم ان انا افتح لك فيديو ان انا قاعد ساعه بسجل عندي في الصاله ان انا مثلا بتغدى. وده بيحصل بالظبط. ممكن تلاقي واحده كل محتواها انها بتطبخ نار او بتسيق او بتنظف الشقه، انت بتدعمها بقى على التنظيف. واخد بالك انت؟ توطي يمين تطلع شمال وهكذا. واحد بيتكلم مع واحده في موضوع خارج الحدود وخارج الادب وخارج اي شيء. اذا فصفه المحتوى اللي بيتم دعمك او تقديرك فيها باختلاف نوع الدعم، لا طلعناه بره دلوقتي، انت اصلا مفتقده. مش عندك صفه المحتوى. يعني انت مثلا واحد يقول لك ايه: لا انا والله انا المحتوى بتاعي قبولي عند الناس. لا، قبولك عند الناس دي لما تبقى بره مترشح لمؤاخذه في الانتخابات، رايح المجلس المحلي، قاعد في قعده عمد حلوه كده، قبولك عند الناس تمام. هنا قبولك عند الناس مهم، ولكن ما دام دخلت على منصه وهتقدم محتوى، لازم القبول مع الشيء اللي هتقدمه. وهنا الشيء اللي انت هتقدمه ما بقاش موجود، فده اكيد هيثير البلبله. انت بتدعم على ايه؟ وبتتحدف لك كل الحاجات دي ليه؟ وبتكسب المكاسب دي كلها ازاي وانت اصلا ما بتقدمليش حاجه؟ دي حاجه. الحاجه التانيه لما بتيجي بتقدم حاجه مالهاش اي لازمه. الحاجه التالته انك بتقدم حاجه لا مؤاخذه جايه من القعر، جايه من تحت، مفيش فيها اي حاجه خالص، بل بالعكس حاجات خارجه عن الادب وخارجه عن القانون وخارجه عن الدين وخارجه عن كل حاجه. زي ما قلت لك، واحده قاعده لابسه نقاب بتعرض الدنيا فيها ايه تحت النقاب، بتخش الله بتدعم، بعد ما تدعم في اللايف بتدعم في حته تانيه، وهكذا. رجاله وستات، بنات صغيره وبنات كبيره، وجميع الفئات العمريه اتخذت من التيك توك نظام يعني للكسب والتسول الرقمي او الشحاته الرقميه زي ما هم بيقولوا، انها تكسب فلوس في الشهر وتظبط دنيتها. هي ما بتعملش حاجه. ما انت مش هتتعب في تقديم محتوى، انت كل محتواك انك تطلع واخد بالك ولا مؤاخذه ايه تخربها زي ما بيقول. اقول لك على حاجه: لو انت مشيت بسكه محتوى نظيف او جيد، ما بقاش يجيب في المنصه. يعني انت لو قلت لواحد ايه: انا هفرجك على لايف النهارده على تيك توك بيعملوا كذا، مش هيصدقك. ليه؟ لان الريحه فاحت وكل اللي بيتقدم من نفس النوعيه. فانت بالنسبه لك الخلفيه دي اللي جت عندك في عقلك الباطن نفيت لك اي شيء عدل ممكن يجي لك من اللايف او من المحتوى ده. انت لغيت كلمه المحتوى، وما دام لغيت كلمه المحتوى يبقى لغيت السبب الاساسي لدعم المشاهدين زي وزيك. يبقى هدعمك ليه؟ يبقى في حاجه، يا حاجه عندك من اللي احنا بنشوفه واخد بالك انت، يا حاجه عند اللي بيدعم، والماني ووشنج شغال حلو زي الفل. فانا عشان كده بقول لك خش على اي منصه، جرب واتفرج وشوف. حتى لما تيجي عشان تنتقد وتعرف الناس دي بتقول ايه، افهم الاول، خش واتفرج وشوف الناس دي بتعمل ايه، عشان لما تيجي تتكلم صح. لان انت لو قلت كلمه واحده مش هتخلص من ما شاء الله من ايه، من الداعمين والجيوش والفرق. ده ميليشيات، ده حاجات عجيبه. ده يجي يقول لك من اقوى 10 جيوش في العالم الجيش بتاع الراجل الفلاني. احنا بنضيع يا بيه، واخد بالك انت؟ فانت بالنسبه لك ده اتفرج وشوف
وقيّم بنفسك وخُش شوف ده وشوف ده، وقدّر دايمًا صفة المحتوى، أي حاجة يلغي من عليها صفة المحتوى إذًا فهي ليست مشروع رقمي وغير قائمة على أي منصة رقمية، والراجل ده أنت مش هتستفيد منه بأي شيء غير إنك تتفرّج عليها أو تتفرّج عليه أو إنك كإنك بتشوف أي حاجة بتتسلّى بيها وتقعد يا عيني عينيك تدمع وتتمقّع من الأسود والنمور اللي بتحدف وارحب خُش، وأنت قاعد عامل كده أهو ومش فاهم الدنيا فيها إيه ولا أي حاجة خالص. وبما إنك بتشجّع المحتوى الرقمي الهادف، فأنت لو عجبتك الحلقة بتاعتي ادّيها لايك وشير، ما عجبتكش ده محتوى بقى ادّيها برضه لايك وشير، تطلع كده تلاقي حلقة بتتفرّج عليها تنزل كده مش هتلاقي حاجة، إن دي آخر حلقة. كان معاكم دكتور فويس من حلقة جديدة من هبد وقلش فخم عن التيك